السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة افتكاسات البيت المصري. وعندنا ريفيو جديد عن جهاز يعني يعتبر هو أفضل جهاز أنا اشتريته خلال ال5 سنين اللي فاتوا. لو قلت ايه هو أفضل جهاز اشتريته هيكون هو الجهاز العبقري اللي قدامنا، ألا وهو جهاز كيندل. الجهاز الكيندل ده هو عبارة عن جهاز قارئ إلكتروني. يعني إيه قارئ إلكتروني؟ عشان لو في حد مع يعني مش عنده المعلومة، فلو قلت أنا إيه أفضل جهاز اشتريته في الفترة الأخيرة وليكن في آخر 5 سنوات، هو هيكون هو الجهاز ده. القارئ الإلكتروني يا جماعة هو عبارة عن جهاز بيقرأ الكتب، مش البي دي إفات. الكتب الإلكترونية، الكتب الإلكترونية بيلاقيها صيغة تانية غير صيغة البي دي إف، وهي صيغة الإي باب أو الصيغ تانية يعني مختلفة عن صيغة بي دي إف، بيكون مخصصة للقارئ الإلكتروني. بتنزل الكتب بتاعته من على امازون عادي، سواء بتشتريها او بيبقى فيه طبعا نقل الكتب عن طريق الكابل الكمبيوتر. ده متاح ايوه، وده متاح ايوه. الفكرة بس كلها ايه هو القارئ الالكتروني ده اللي هنشوفه مع بعض. هو انا هفتحه معاكم وهستعرضه. هو جهاز حبر الكتروني. يعني بص، هو الكتابة اللي فيه كأنها كتابة بحبر، كأنها ورقة، يعني كأنك انت بتبص في ورقة. انا عايز اطلع واجيب كتاب مثلا. ده مثلا ده كان كتاب عن طب الاسنان، فانا عايز اجيب لكم كتاب عادي عشان تفهموا قصدي. تعالوا نجيب مثلا في تطوير الذات، وليكن مثلا كتاب جلسات نفسية مثلا اهو. الكتاب هو عبارة عن ال الكلام عبارة عن حبر، بس حبر إلكتروني. يعني أنا مش عارف انتوا، أيوة كده الصورة واضحة أكتر. هو عبارة عن حبر، يعني أنا لو طفيت النور الإضاءة مش هيبان، لأن هي عبارة عن ورقة كتابة. فأنت الورقة هل لو طفيت النور هتشوف أي حاجة منها؟ هو نفس الكلام، يعني مش جهاز بيطلع أشعة زي الموبايل أو التابلت أو الكمبيوتر. لا، هو ما بيطلعش الأشعة الضارة، فهو مريح للعين أكتر. وفي القراءة بتاعته أنت بتعتبر كأنك بتقرأ. بصوا، كأنها الحبر بيتشكل بيكون الكلام. لاحظ كده الحبر بيتشكل ويكون صفحة الكلام. الكلام واضح جدا، مفهوش آه، أي حاجة يعني من فكرة إن هو يبقى أشعة ضارة للعين زي الأشعة اللي بنشوفها من الموبايل أو التابلت أو من الموبايل او التابلت او الاشياء الاجهزه اللي هي بتصدر اشعاعات. طبعا الاشعاع كتر النظر للموبايل بيضر العين، كتر النظر للتابلت او الكمبيوتر حتى بيضر العين. لان بيبقى فيه الاشعه الزرقاء دي هي اللي بينتجها الاشعه الضاره اللي بتضر العين. فالتابلت الكندل او القارئ الالكتروني مش شرط يكون كندل، اي نوع قارئ الكتروني انت لما بتعمله كده هو بيقفل. انا طبعا حاطه في جراب جميل ما شاء الله يعني عشان يحفظه. انت اول ما بتفتح بيجيب لك الصفحة دي وهو بيعمل ويك، يعني بيصحى، يعني ويك اب، بيصحى. آه كنت بقول ايه يعني نسيت، بس ماشي تمام. هكمل. الاجهزه اللي هي الالكترونيه زي الموبايل والتابلت والكمبيوتر دي بتضر العين، الاشعه بتاعتها بتضر العين ضرر كبير جدا، لان هي بتصدر اشعه اللي هي الزرقاء دي. بتكون ليها حتى اللي في نضاره اسمها بلو كات عشان تمنع وصول الاشعه الزرقاء دي للعين. حتى لو انت بتبص في الموبايل بشكل كتير، حاول تعمل النضاره اللي هي البلو كات دي عشان تقطع الاشعه الزرقاء اللي هي بتضر العين، وعينك ما تتأذاش من كتر النظر في الموبايل، حتى لو نظرك انت 6/6 او نظرك قوي. وانصحك لو انت بتقرأ، انا بقرأ في كتب عامة وكتب عن طب الاسنان اللي هو مجال دراستي يعني. شايل عليه كل الكتب والبي دي اف والله بيتقرا عليه عادي، مفيش مشكلة خالص. بيقرأ كل حاجة بشكل مريح للعين، بشكل جيد. وفي ميزة تانية، انت الكتب انت مهما شلت معاك ومشيت هتشيل كام كتاب؟ كتابين، 3، 10؟ ده محتاجين شنطة كبيرة. انما ده بص، يعني انت لاحظ دي ايديا، ملاحظ دي ايديا، فهو قد كف الايد تقريبا.
وبتشيل عليه مكتبة كاملة، مكتبة من آلاف الكتب حسب المساحة. طبعا أنا ده كنت جايبه تقريبا كان 32 جيجا. فنسخة الجيل العاشر تقريبا الوايت بيبر، لو انت عايز تعرف، هو في منه انواع كتير، يعني في منه البيزك وفي منه الوايت بيبر. الوايت بيبر ده هو افضل، وفي طبعا منه اصدارات دلوقتي حاليا تقريبا في الجيل ال 11 او ال 12 نزل كمان. فده الجيل العاشر من الكندل الوايت بيبر، نسخة ال 32 جيجا. النسخة ال 16 كافية جدا، لأن أنت الجيجا دي بتشيل عليها يعني مئات الكتب. أنت متخيل يعني الجيجا الواحدة ممكن تحمل عليها 100 كتاب. فأنت بالنسبة لك فكرة ال 16 جيجا هتكون كافية جدا جدا جدا. فأنت هتشيل بلا يعني يعني بالفعل آلاف الكتب عليه لو هو 16 جيجا. آه، نسخة الوايت بيبر أفضل من النسخة البيزك، أفضل أيا كان. حتى لو لقيت البيزك وحالتها كويسة هاتها، مفيش مشكلة. أنصحك تجيب الكتاب ده لو أنت قارئ، هيفيدك كتير، هيضيف لك كتير. الجهاز ده من الأجهزة اللي أنا يعني بصراحة أنا حوشت عشان أجيبه. بس يستاهل كل جنيه اتدفع فيه. وبقول لك هو أفضل جهاز أنا اشتريته آخر 5 سنين. ومش بس آخر 5 سنين، وكمان ما تبقى من العمر يعني هيكون هو أفضل جهاز، لأن مفيش حاجة هتفيدك أكتر من معلومة أو كتاب. صدقني مفيش حاجة هتفيدك في الدنيا إلا العلم والكتاب والمعلومة. غير كده كله رايح أو كله زائل. فده يعتبر ده أفضل استثمار ممكن تستثمر فيه فلوسك لو أنت هتجيب الجهاز ده. هيفيدك فيما بعد من حياتك إن شاء الله بشكل عملي. لأن أنت مش منطقي إن أنت تشيل معاك 10 كتب وتتحرك بيهم، ولا 20 كتاب، ولا حتى كتابين 3. هيضيعوا منك. أولا ممكن تنساهم، ممكن يبقوا تقال جدا عليك. مش منطق تبقى ماشي بشنطة كتب، يعني ده مش منطق خالص. إنما إن أنت تبقى ماشي بجهاز قد الموبايل تقريبا أو قد كف إيدك تقريبا، ده منطقي جدا. في ناس بتبيعه مستعمل، في ناس ممكن تجيبه جديد، والأفضل طبعا تجيبه جديد، لأن المستعمل بيكون مش ضامن انت حالته. بس في والله ناس بتبيع مستعمل بحالات شبه زيرو أو جيدة. انت بقى وإيه وحظك وانت وشطارتك تقدر تجيب جديد أو مستعمل. المهم ان انت تقرأ، سواء هتقرأ في الكندل، هتقرأ في كتاب ورقي، هتقرأ على الصخر. المهم أن تقرأ، لأن ربنا عز وجل قال يعني حسنا على إن إحنا نقرأ ونتعلم. اقرأ. دي كانت أول رسالة سماوية للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. آه، أتمنى يكون الفيديو نال إعجاب حضراتكم، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.